إن أذن لي أمير المؤمنين. تفضل. إلى ما دعا إليه ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أمير المؤمنين، إن جدك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنا يا أمير المؤمنين أقر بذلك كله، ففيما أنا هنا؟ إنه أمامكم بأغلاله، كلموه. ما تقول في القرآن يا ابن حنبل؟ كلام الله. هل نظرت إلى ابن أبي دؤاد يا أحمد؟ إن أذن لي أمير المؤمنين، لو عرفته من أهل العلم لنظرت إليه وناظرته. هو عندنا من أهل العلم، ناظره. كما أراد أمير المؤمنين. ماذا تقول في علم الله يا ابن أبي دؤاد؟ أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ القرآن من علم الله، فإذا كان علم الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق، وإذا كان علم الله مخلوقا، وأستغفر الله من مقالة كهذه، لأنها ستعني أن الله كان في الأزل بغير علم ثم خلق علمه فصار ذا علم. ولا أظن مؤمنا يقول مثل هذا الكلام المتهافت الذي لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ما أعرفه أن الله أحد صمد، لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه. يا أحمد، هل القرآن شيء أم غير شيء؟ هو شيء. ألم يقل الله تعالى: الله خالق كل شيء؟ والقرآن شيء، ألا يدخل هذا تحت خلق الله؟ قال الله تعالى في الريح التي أهلكت قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماء والأرض؟ أم أنها دمرت ما أراد الله فقط؟ إن الاستغراق في الآيتين يشمل ما أراد الله فقط. ما رأيك؟ إن الرجل قد ألجم جماعتك ولم يستطيعوا معه قولا. إنه والله يا مولاي ضال مضل وصاحب بدعة. هذه النعوت التي تطلقها كالطير في السماء لا قيمة لها عندي. أسكتوه بالحجة، ما من حجة إلا وردها عليكم. ما تقول يا ابن حنبل في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ أفيكون محدثا إن لم يكن مخلوقا؟ أخطأت أيها الرجل. إنما قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إنما هو ما يحدث الله عند المؤمنين من العلم ما لم يسمعوه، ولم يأتهم به كتاب قبله ولا جاءهم به رسول.
ألم تسمع إلى قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فعلم نزول القرآن محدث عندنا وغير محدث عند ربنا. وما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما خلق الله عز وجل من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. أفيكون ها هنا خطأ أيضا؟ أولاً، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثانياً، اقرأ الأثر جيداً، فقد وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض، ولم يقع على القرآن، أليس كذلك؟ والله يا مولاي إنه صاحب بدعة ضالة. يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. لكن الأمور لا تستقيم بالقرآن والسنة فقط، يجب علينا أن نحتكم إلى صوت العقل. عجيب أمرك، وهل يقوم الإسلام إلا بالقرآن والسنة؟ وهل نأخذ الدين والعقيدة إلا من القرآن والسنة؟ ماذا تنتظرون؟ كلموه، ناظروه. يا ابن حنبل. لبيك يا أمير المؤمنين. أرجو أن تكون قد رجعت إلى نفسك ووضعت العناد جانبا. أعز الله أمير المؤمنين، إنه ليس عنادا، إنه لثبات على الحق الذي تعلمناه من كتاب الله وسنة نبيه، وما كان عليه الصحابة وآل بيته والتابعون عليهم رضوان الله. عدنا إلى كتاب الله وسنة رسوله. أين عقولنا يا ابن حنبل؟ أنتركها أم لا؟ أين قلوبنا التي نفقه بها؟ أندعها جانبا؟ ها؟ يا ابن أبي دؤاد، إن القرآن الكريم كان ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا على قلبك ولا على قلبي، ولا بعقلك ولا بعقلي. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فقد أكمل الله لنا ديننا. إنه يراوغ يا مولاي، فإن جئناه بدليل عقلي قال ما عرفت هذا، يريد منا أن نحاوره فقط بما يتقن، أقصد الحديث والفقه. إنه أمامكم، كلموه واجلبوه. اللهم كن لأبي عونا ومعينا، حافظا وناصرا وأمينا في هذا الشهر الفضيل.